ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده الجبنه الكريمي بطريقه بسيطه جدا والنتيجه روعه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تحفه، كريمي وطعمها حلو قوي، وبكوبايتين بس من اللبن هنعمل كل الكميه اللي انت شايفاها دي. يلا بقى المدارس داخله علينا، يلا اعمليها وفرحي اولادك ووفري فلوسك. يلا اعملي لايك ومتابعه القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجب الفيديو شاركي مع اي حد يحاول الكل يستفيد. يلا بينا نسمي بالله. معايا بقى كده الخلاط، هحط فيه بقى نص كيلو من الجبنه القريش، ويفضل تكون صبحه ودوقيها قبل ما تعمليها. لو لقيتيها حادقه نقعها في شويه ميه او شويه لبن، وبعد كده ابداي ان انت اشتغلي بيها. وهنحط كمان 6 معالق كبار من اللبن البودر، ولو عايز توفري فيه شويه هاتيه من عند العطار هيديكي نتيجه كويسه جدا. حطيت كمان ربع معلقه من الملح ونص كوبايه من الزيت النباتي عادي، وكوبايتين من اللبن. لو عايزه لبن بلدي ماشي، عايزه اللبن اللي هو المعلب مفيش اي مشكله. هنبدأ ان احنا نقلبهم كده مع بعض في الخلاط، نضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما الجبنة بقى تدوب وتدينا بقى اللي هي القوام الكريمي كده. اهم حاجة تشتغلي بس اضربي عليها كويس جدا جدا. عايزاها مش عايزة اي تكتلات فيها خالص، عايزاها تكون ناعمة وكريمي كده زي ما انا شفتها في بداية الفيديو. النهاردة بقى احنا هنعملها بقى بالايه، هعملها بطعم الجبن، بطعم القشطة، وهعملها كمان بطعم الجبنة الرومي. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت ان انا نقص نص الكمية اللي في الخلاط في طبق، وهبدأ اخد النص التاني اللي في الخلاط هحط بقى عليه علبة من القشطة عشان يديني بقى طعم الايه، طعم القشطة كده شوية. هبدأ بقى اضربهم كده مع بعض كويس قوي. طبعا حبيتي بقى مش عايزة قشطة، عندك بسطرمة ماشي، عايزة عندك كمان زيتون مفيش اي مشكلة، عندك جبنة روكفورد ماشي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكلها جميل جدا، قوامها حلو قوي، لما بتقعد بتتقل زي ما انت شفتها في بداية الفيديو. هنبدأ بقى اللي احنا بعد ما ضربناها وشفتها بالشكل اللي شايفينه ده، نبدأ بقى اللي احنا نحطها كده في العلب. عندك برطمانات مفيش اي مشكلة، وسيبيها بقى وخزنيها وبتبقى حلوة قوي. حطيت بقى الكمية اللي انا كنت شايلاها في الطبق، وحطيت عليها كمان كام شريحة كده من جبنة رومي، على حسب بقى انتي ذوقك في الجبنة الرومي، عايزاها كتير قليل دي حاجة بتاعتك. عايز تحطي تمن على الكمية مفيش اي مشكلة. نبدأ بقى اللي احنا نضربهم كويس جدا مع بعض، ونفس الطريقة بالظبط اللي عملنا بيها الجبنة بطعم القشطة هنحطها بردك، بس قدمتها بقى معاكم المرة دي في كوبايات كده عشان تبان معاكم بردك. شوفوا قوامها جميل ازاي. خدوا بالكم لما بتقعد بتتقل شوية. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كريمي، وكانت جميلة قوي. طبعا موفرة عن بره بكتير جدا جدا، يعني لو حسبتي طبعا التكلفة اللي انت هتجيبيها، الحاجات اللي انت هتجيبيها بيها والتكلفة اللي انت هتشتريها بقى من بره مفيش مقارنة اصلا. يلا بقى اعملوا لايك، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم ويعجبكم ان شاء الله الفيديو. يلا ويا رب سنة سعيدة عليكم ولكل حد من حبايبكم يكون في المدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.